اليوم اللي رجع فيه كريستيانو رونالدو ضد أتلتيكو مدريد في دور 16 في دور الأبطال. في المباراة الأولى فاز أتلتيكو مدريد 2-0. هسا اللي صار دييغو سيميوني احتفل بطريقة صريحة جدا. هالاحتفال كريستيانو ما نسي والكل اعتبرها إهانة، بس هاي كانت بداية تحدي جديد لملك الأبطال. مشجعين أتلتيكو كانوا واثقين من نفسهم زيادة وكانوا يحكوا لكريستيانو روح ابكي في تورين. بس بعدها اجى اليوم المنشود ودخل الملعب بقفزته المشهورة وفيه هدف واحد براسه. ماذا ستفعل رونالدو؟ في 27 رونالدو بيقفز وبيجيب هدف برأسية وبيعطي أمل ليوفنتوس. وبعد ما بدأ الشوط الثاني كريستيانو رونالدو قفز رأسية ثانية وهدف ويعادل النتيجة. وب 86 ضربة جزاء لكريستيانو بام بالشباك. رونالدو بيسجل الهاتريك ورجعة تاريخية في تورين. ورونالدو أعطى رد مثال لدييغو سيميوني. في هذا اليوم كريستيانو أثبت أنه ما لازم تستهين في ملك الشامبيونز.